السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الدرس الثاني من كورس SQL Server. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض إزاي نثبت SQL Server 2022 وكمان إزاي نثبت SQL Server Management Studio اللي هنستخدمه في الكورس كله. تمام؟ طيب أول خطوة هنفتح موقع مايكروسوفت الرسمي. تمام؟ أو ممكن نيجي في جوجل هنا نكتب على طول SQL Server Download. هيفتح لنا بالشكل دوت. هندوس على أول رابط SQL Server Download هيفتح لنا الموقع هو. طيب هنيجي من هنا هنحمل إيه؟ إحنا كل اللي يخصنا هنا عندنا النسخة في أكتر من نسخة للSQL Server. نسخة الإكسبريس دي نسخة بسيطة ومحدودة الاستخدام. في نسخة الديفلوبر ودي بتبقى حلوة في مرحلة التعلم والتجربة والمشاريع الصغيرة. ماشي، ويعني المشاريع الصغيرة اللي هي بالنسبة لنا احنا مش شركة، يعني انت كاستخدام شخصي او انت بتعمل بروجكت بسيط او الكلام دوت بتبقى مناسبة جدا يعني. وعندك بقى النسخة اللي هي الانتربرايز اللي هي بتبقى مدفوعة، ودي مش بتاعتنا، دي بتاعت الشركات لان هو محتاجين ستورج كبيرة واوبشنز كتيرة يعني. فاحنا دي بالنسبة لنا كافية على طول. تمام، المفروض ان هو كده اتحمل. هنلاقي الملف نزل لنا هنا في الداونلودز، هندوس عليه دبل كليك، ندوس يس، هيبدأ ان هو يفتح لنا صفحة التحميل. هنيجي هنا كاستم داتا، يعني احنا عايزين نختار حاجات وحاجات لا، احنا محتاجين نسطب النسخة كاملة. فهنقول له بيزك وهنقول له يس. هنأكسبت هنا اللايسنس، هنقول له اكسبت. هو هنا بيقول لك ان هو يسطبه في السي، فانا ما عنديش مشكلة. هنقول له انستول. بيبدأ هنا ان هو يحمل شوية باكجز وشوية حاجات. هوقف الفيديو ولحد ما اخلصه وهرجع اكمله تاني. هو هنا بدأ بعد ما خلص التحميل، بدأ إن هو يكمل تسطيب البرنامج عادي جدا. فهنسيبه برضه يكمل تسطيب. تمام أوي، هو أنا كده خلاص المفروض كده إن هو خلص تسطيب والدنيا كلها تمام ماشي. هنا المفروض إن أنت ما بتعدلش أي حاجة، بس يعني لشوية معلومات كده عشان تبقى فاهم الدنيا فيها إيه، بحيث إن أنت لو بالغلط غيرت أي حاجة. ده هنا ده اسم السيرفر بتاعك لوكال هوست، اللي هو المفروض ان احنا لما نيجي نشتغل هو البرنامج بيعتبر جهازك سيرفر ويبدا يتعامل معاه، فهو بيعمل كونكشن على الجهاز بتاعك. فالكونكشن بتاع الجهاز بتاعك اسمه لوكال هوست عشان انت شغال على جهازك، بيسمى لوكال هوست. تمام. طيب اسم الداتابيز بتاعتك هتبقى الديفولت اسمها ماستر. تمام، لكن احنا هنكتب بعد كده داتابيز بالاسم اللي احنا محتاجينه. طيب تراستد كونكشن بتاكد هل الكونكشن ده مظبوط؟ ترو، يعني انا الكونكشن ده تمام ماشي. فدي ده الديفولت احنا هنسيبها. وده اسم الجهاز بتاعك، معلومات عنك، فده اسم الجهاز بتاعي. وكل حاجه زي ما هي هنسيبها، هنسيب كل حاجه زي ما هي، ما نعدلش فيها اي حاجه. بس العلم ده ممكن تعدله عادي جدا بالحاجات اللي في دماغك انت والحاجات اللي انت عايزها، بس احنا هنسيبها دلوقتي ديفولت. بعد كده هندوس هنا انستول SSMS. تمام، اللي هو المسؤول اللي هنكتب فيه الكود بتاعنا. فهنحمل من هنا ده النسخة دي. هتحمل بسرعة، هي مساحتها صغيرة لأن بعد كده يبدأ إيه يداونلود. يس، ندوس كونتينيو. هنقول له انستول هنا. هيبدأ إن هو يسطب ال SQL Server Management Studio SSMS. فهو هنا الأول بيداونلود وبعد كده هيبدأ إن هو يسطب زي ما عمل في البرنامج اللي فات. تمام. هسيبه يسطب وارجع له تاني. تمام، هو هنا كده خلص التسطيب. بس هو هنا بيقول لي ان خلاص يعني كل حاجه سطبت تمام، بس هو محتاج ان هو يرستر الجهاز. فهندوس بقى على لانش عشان افتح البرنامج. هيبدأ يفتح معانا بالشكل ده. عايزين بس نجرب ونتأكد ان كل حاجه تمام. فهنا بيقول لي اعمل ساين ان بجيت هاب او بمايكروسوفت او كاريت اكونت. انا هقول له مش دلوقتي، بعمل الخطوه دي بعدين. ماشي، هنا هو بيقول لي ان انت لو عايز يعني
تجيب سيتنج من بره او تطبق سيتنج معينه، فهنا هنقول له سيبه زي ما هو يس، انا موافق ان انت تسيب كل حاجه زي ما هي دي كل. طيب ماشي، هو اول ما يفتح البرنامج هيفتح لنا الدايلوج دوت. الدايلوج ده بيفتح اوتوماتيك، يعني كل ما نيجي نفتح البرنامج بيفتح لنا الدايلوج ده اوتوماتيك. تمام. فاحنا هنختار من هنا دوت. دوت دي معناها ان انا بقول له هات لي الاي بي بتاع الجهاز بتاعي انا، اعمل لي كونكشن على الجهاز بتاعي انا. تمام. الويندوز اوثنتيكيشن دي معناها ان انا هكونكشن على الجهاز بتاعي انا. طب لو انا هكونكشن على جهاز تاني، على داتابيز على جهاز تاني، انا عايز اجيب اعمل كونكشن على داتابيز موجوده على جهاز تاني. لو انا مثلا في مكتب او في شركه في اكتر من جهاز وكلهم متصلين على نفس النتورك، فانا عايز اوصل لداتابيز موجوده على جهاز تاني، فبعمل ايه؟ بختار الاس كيو ال سيرفر اوثنتيكيشن. ماشي. وبختار من هنا، بكتب من هنا بقى الاي بي بتاع الجهاز التاني اللي هو مثلا 192.168.1.2، والاي بي بتاع الجهاز مثلا 1400، ايا كان الاي بي بتاع الجهاز ايه، وبكتب الباسورد. كل جهاز بيبقى ليه يوزر نيم وباسورد، وبعمل كونكشن عليه. طب انا في الحاله بتاعتي مفيش الكلام ده. الحاله بتاعتي انا بكونكشن على الجهاز بتاعي، وبكونكشن على الجهاز بتاعي بختار ويندوز اوثنتيكيشن، هو اوتوماتيك بيروح قافل لي التو فيلدز دول، وبيجيب لي هنا الاي بي بتاع جهازي، ويقول لي ان الدنيا تمام. لازم اعلم على تراست سيرفر اوثنتيكيشن ديت عشان ايه؟ اكد له ان الجهاز ده امن، يعني يعمل كونكشن. وادوس له على كونكت، هيروح عامل لي كونكشن. خلاص كده انا عملت كونكشن على الجهاز بتاعي، اقدر بقى ابدا اكريت الداتابيز بتاعتي وابدا اشتغل. هاجي هنا على الداتابيز، ندوس كليك يمين ونقول له نيو داتابيز. يلا نعمل داتابيز جديده، هنسميها SQL Server. SQL Server Course. نسميها SQL Server Course بس. وهنسيب كل الاعدادات التانية زي ما هي. طب الاعدادات دي لازمتها هنا، بيقول لك المسار بتاع الداتابيز دي، هتحط الداتابيز فين. ممكن. طيب هنسيب كل الاعدادات اللي هنا زي ما هي. هنا شويه حاجات ادفانسد مش محتاجينها دلوقتي، اللي هو الداتابيز حجمها هتكبر كل كام ميجا بايت والكلام دوت، واحط لها ليميت ولا لا. برضو الحاجات دي كلها مش محتاجينها دلوقتي خالص. كل اللي محتاجه ان انت تكريت الداتابيز وتبدا تشتغل عليها. تمام. هنا كده عمل لنا اهو الداتابيز بتاعتنا باسمها SQL Server Courses. SQL Server Course. طيب لما بتدوس على الداتابيز هنا بيبدا يفتح لك، يقول لك داتابيز دايجرامز. هنعرفها مع الوقت. التيبلز اللي احنا كنا اتفقنا عليها، قلنا ان احنا كل داتابيز عندنا مكونه من تيبلز وروز. من تيبلز، وكل تيبل جواه روز وكولومز. عندك فيوز برضو، اكسترنال سورسز، شويه حاجات بروجراميلتي اللي نكتب فيها الستورد بروسيجر والفانكشنز والتريجرز. الحاجات دي كلها هنعرفها مع الوقت. احنا بس اهم حاجه ان احنا خلاص كريتنا ايه؟ كريتنا الداتابيز. ماشي. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا بقى نتعامل مع الداتابيز ديت، نكريت فيها تيبلز ونحط جوه التيبلز دي داتا، ونبدا نتعامل بقى مع الداتا ديت. احنا كده دلوقتي خلاص خلصنا. الفيديو ده كان خاص بان احنا هنسطب البرنامج، وان احنا نعمل كونكشن على السيرفر بتاعنا اللي هو الجهاز بتاعنا اللوكال، ونكريت الداتابيز. اشوفكم في الفيديو الجاي.